هنجرب مطعم طعم زمان اللي في بور فؤاد. طلبت صينيه فيها مشاوي وكمان نص كيلو محشي مشكل. جاي مع الاكل السلطات والعيش. المحشي شكله مهري شويه بس طعمه تحفه. خلطه المحشي عالميه بصراحه، ودي اول مره اجرب اكل مطعم فمعرفش هو على طول بيطلع كده ولا لا، مش عارف. دي الصينيه اعتقد سعرها يمكن 800 جنيه او حاجه زي كده، وبرضو المفروض كان بيجي معاها لحمه ستيك بس ما كانش فيه وقتها فبدلناها بكباب عشان التجربه دي بقالها شويه، وكان المفروض بيجي معاها كبده فانا بدلتها بفراخ شيش. الصينية بتيجي مع رز بسمتي أصفر. الرز كويس يمكن ناشف شوية سنة، وأكلة زي دي محتاجة دقوس الصراحة، حتى لو مفيش مندي عادي. الدقوس في الأكلة دي بيفرق بصراحة. الصينية هي 6 قطع كفتة، 5 قطع شيش، وتقريبا 5 كباب وقطعتين طرب و7 سجق. الكباب فيه شدة شوية بس كويس، تتبيلة هادية. السجق المشوي ده اختراع ظالم السجق بصراحة، بيخلي السجق ينشف بشكل مش طبيعي. فطبعا السجق ناشف بس تتبيلته حلوة. خلينا نوزن طيب ونشوف، لان هما في التليفون قالوا لي الصينيه دي بتبقى عباره عن كيلو وربع مشويات. مش عارف، هي اللي هنا وزنها 700 جرام فبتهيألي بعيده عن الوزن حتى لو قبل التسويه. الكفته فيه قطع ناشفه قوي وفيها قطع كويسه يعني، وده باين من اللون كمان. الطرب القطع صغيره، طعمه شغال كويس. كل المشاوي كويسه مش وحشه بس مش حاجه مميزه قوي. اسعار الوجبات عندهم كويسه بعيدا عن الصينيه دي، يمكن عشان الصينيه دي فيها لحوم كتير فعشان كده سعرها غالي شويه، بس اعتقد وجبات الفراخ والكفته اسعارها شغاله. واكتر حاجه عجبتني النهارده كانت المحشي، بس دي كانت تجربه طعم زمان. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. سلام.